لكل واحد بيبدأ رحلته على يوتيوب في رقم معين، رقم واحد بس بيفضل هو الشبح اللي بيطاردك في الأول. الرقم ده هو اللي بيحدد مصير القناة بتاعتك، وهو أول مقياس حقيقي لنجاحك. يعني هي دي اللحظة اللي بتعرف فيها إن في أمل، وإن المشوار ده فعلا ممكن يكمل. يا ترى إيه هو الرقم ده؟ خليني أقول لكم، هو مش 100,000 ولا حتى المليون، لأ، الرقم اللي بنتكلم عنه ده أهم بكتير من كل دول. ببساطة لأنه حجر الأساس اللي هتبني عليه كل حاجة بعد كده. هو ده المفتاح اللي بيفتح لك أبواب كتير قوي، وبيقول لليوتيوب وللدنيا كلها يا جماعة أنا هنا وموجود. 1000 مشترك، أيوة بالظبط كده، 1000 واحد بس. ممكن الرقم ده يبان صغير قوي للقنوات الكبيرة، لكن روح اسأل أي يوتيوبر ناجح وهيقولك إن ال1000 مشترك دول هم أصعب 1000 مشترك في تاريخ القناة كلها. ده مش مجرد رقم وخلاص بيظهر على الشاشة، لأ، دي أول شهادة ميلاد حقيقية لقناتك، أول دليل ملموس على إن في ناس بجد مهتمة باللي بتقدمه، وإن فكرتك ليها جمهور مستنيها. الإحساس ده أعتقد كلنا عارفينه كويس قوي. بتنزل فيديو والتاني والعاشر، والنتيجة مشاهدات قليلة، مشتركين مفيش. بتحس كأنك بتصرخ في مكان فاضي ومحدش سمعك. بس اطمنوا، الشرح اللي جاي ده هو الخريطة اللي هتطلعك من الصحراء دي وتوصلك لواحد ال1000 مشترك. حلو قوي. قبل ما ندخل في الاستراتيجيات ونعمل إيه، لازم الأول نتكلم عن الفخ. في غلطة واحدة بس، غلطة قاتلة، ممكن تدمر قناتك تماما حتى قبل ما تبتدي بجد. فخلينا نبدأ بأهم تحذير ممكن تسمعه. الجملة دي محتاجين نعلقها قدامنا كده ونفضل فاكرينها. فكرة شراء المشتركين، أو الدخول في جروبات تبادل الاشتراكات، أو أي طريقة تجيب أرقام شكلها حلو بس وهمية، كل ده مش مجرد غلطة، دي حرفياً رصاصة بتضربها في قلب قناتك بإيدك. ودي مش مجرد وجهة نظر، لأ، دي حقيقة بتحكمها خوارزميات يوتيوب الصارمة. وهنا بنشوف الكارثة بتحصل إزاي بالظبط. تخيلوا معايا السيناريو ده، نزلت فيديو جديد، يوتيوب فورا بيبعت إشعار لمشتركينك. المشتركين الوهميين دول إيه؟ مجرد أرقام، حسابات ميتة، فبالتالي هيعملوا إيه؟ طبعا هيتجاهلوا الفيديو بتاعك تماما. طيب الإشارة دي بتوصل لخوارزمية يوتيوب زي الصاعقة، بتقول لها بالحرف المحتوى ده سيء ومحدش مهتم بيه. والنتيجة، الخوارزمية بتدفن الفيديو بتاعك وما بتقترحوش على أي حد جديد. لكن بقى شوف الناحية التانية، المشترك الحقيقي بتفاعل بيشوف الفيديو، وده بيدي إشارة إيجابية جدا ليوتيوب، فيبدأ هو بنفسه يرشح الفيديو بتاعك لناس أكتر، وقناتك تكبر بشكل صحي وطبيعي. تمام، كده عرفنا ايه اللي ما نعملهوش خالص. يلا بينا بقى نمشي في الطريق الصح. خلينا نشوف مع بعض ازاي نبني اساس قوي ومتين للقناة. كل النجاح اللي جاي بيبدأ من الخطوات البسيطة دي. أول وأهم نقطة، التخصص. لازم ننسى تماما فكرة قناة المنوعات دي في البداية، دي أسرع طريق للفشل. لازم تختار مجال واحد بس. ليه؟ ببساطة شديدة، اللي هيشترك في قناتك عشان فيديو طبخ مش هيهتم خالص لما تنزل فيديو عن صيانة العربيات. لكن لما تتخصص، المشترك هيجيلك لأنه مهتم بكل كلمة هتقولها في المجال ده، وهيفضل مستني فيديوهاتك الجديدة. ومع الوقت هتبقى أنت المرجع والخبير اللي الناس بتثق فيه في مجالك. طيب بعد ما حددنا التخصص، في 3 خطوات سريعة جدا هتخلي شكل القناة احترافي فورا. أولا، فيديو دعائي قصير في الصفحة الرئيسية، ده عامل زي البياع الشاطر اللي بيقنع أي زائر جديد في أقل من دقيقة إنه لازم يشترك. ثانيا، قسم لمحة، ده مش كلام فاضي بنكتبه خلاص، لا، ده منجم ذهب للكلمات المفتاحية اللي بتخلي يوتيوب يفهم قناتك بتتكلم عن إيه ويظهرها للناس الصح. واخيرا، العلامه المائيه، زرار اشتراك صغير كده بيظهر على كل فيديوهاتك، بيفكر المشاهد بشكل مستمر انه ينضم لعيلتك ويكبر القناه. ممتاز. دلوقتي القامة جاهزة وشكلها احترافي، بس في مشكلة كبيرة. ازاي الناس اصلا هتوصلك وسط زحمة ملايين الفيديوهات دي؟ الحل كله في 3 حروف: SEO أو سيو اليوتيوب. فكروا فيها كده. في الأول محدش يعرف اسم القناة عشان يبحث عنه، يعني الطريقة الوحيدة اللي الناس هتكتشف بيها وجودك هي عن طريق البحث. لما حد يكون عنده مشكلة أو سؤال ويكتبه في بحث يوتيوب أو جوجل، هدفك الأسمى هو إن الفيديو بتاعك يكون هو الإجابة اللي بتظهر له في الأول. سلاحك الأول في معركة البحث دي هو العنوان، والعنوان الناجح له معادلة سحرية كده مكونة من جزئين. الجزء الأول هو الجزء البحثي اللي الخوارزميات بتفهمه، والجزء الثاني هو الجزء الجذاب اللي بيخطف عين المشاهد. مثال بسيط: أفضل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل، ده الجزء البحثي. نضيف عليه بقى الجزء الجذاب بسرة المطاعم اللي هيخليها كريمي ومتماسكة. كده انت كسبت الخوارزميات وكسبت المشاهد في نفس الوقت.
ودي بقى التشيك ليست الذهبية بتاعتك قبل ما تدوس على زرار نشر على أي فيديو. أولاً عنوان قوي بالمعادلة اللي لسه قايلينها. ثانياً وصف الفيديو، ودي فرصتك التانية عشان تحط كلمات مفتاحية أكتر وتساعد يوتيوب يفهم الفيديو بيتكلم عن إيه. ثالثاً الصورة المصغرة، ودي أهم حاجة يا جماعة، دي اللوحة الإعلانية للفيديو، لازم تكون بسيطة وجذابة بكلمتين 3 بالكتير. وأخيراً جدول نشر ثابت عشان تعود جمهورك وخوارزميات يوتيوب على مواعيدك فيبقوا مستنيينك. طيب السؤال المهم، كام فيديو في الأسبوع؟ الإجابة المثالية للقنوات الجديدة هي من 2 ل3. ليه؟ لأن كل فيديو هو فرصة جديدة إنك تظهر لناس جديدة. كل فيديو بتنزله هو تذكرة يا نصيب جديدة، وكل ما بتنزل أكتر فرصتك إن واحد منهم يضرب بتزيد. لكن الأهم من العدد هو الاستمرارية، يعني فيديو واحد كل أسبوع بانتظام أحسن مليون مرة من 5 فيديوهات في أسبوع وبعدين تختفي شهر. تمام قوي، كده احنا حطينا الأساسات صح. دلوقتي خلينا ننتقل لمستوى أعلى شوية ونشوف شوية استراتيجيات ذكية هتسرع عملية النمو دي بشكل كبير جدا. ركزوا معايا في النقطة دي عشان دي كنز بجد. بدل ما تتوه في تحليل القنوات المليونية، روح دور على القنوات اللي في مجالك وحجمها متوسط. ليه؟ لأن اليوتيوبر الكبير لو نزل فيديو وهو ساكت هيجيب ملايين المشاهدات عشان اسمه وشخصيته بس، لكن القناة المتوسطة لما تلاقي عندها فيديو فجأة ضرب وجاب مشاهدات أعلى بكتير من العادي بتاعها، ده مش بسبب شخصية صاحب القناة، ده دليل قاطع لأن موضوع الفيديو نفسه هو اللي عليه طلب وبحث عالي جدا حاليا. وهنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا، انت مش بتسرق محتوى، لا انت بتعمل هندسة عكسية للنجاح. يعني بتشوف ايه المواضيع اللي الجمهور اثبت بالفعل انه بيحبها وبتقدمها انت بطريقتك الخاصة باسلوبك وبلمستك. يمكن تشرحها بشكل اعمق او تغطي نقطة هو نسيها او تقدمها بجودة تصوير اعلى. الفكرة انك بتاخد الفكرة الناجحة وبتحسنها. وأخيراً استغلوا منجم الذهب اللي تحت إيديكم، إحصائيات القناة. ادخل على رسم الاحتفاظ بالجمهور وشوف بالثانية الناس بتزهق وبتخرج من الفيديو فين عشان تحسن فيديوهاتك الجاية. بص على قائمة أكثر الفيديوهات اللي جابت لك مشتركين، دي رسالة واضحة من جمهورك بنوعية المحتوى اللي عايزين يشوفوه منك أكتر. وطبعاً ما ننساش التسويق الخارجي، انشر فيديوهاتك في أماكن تواجد جمهورك المحتمل زي جروبات الفيسبوك المتخصصة في مجالك. وبكده تكون خريطة الطريق لل1000 مشترك بقت كاملة وواضحة قدامنا. عرفنا الفخاخ اللي لازم نهرب منها والأساسيات اللي لازم نبنيها والاستراتيجيات اللي هتسرع وصولنا. دلوقتي خلينا نبص لقدام شوية. لازم تفضلوا فاكرين دايما المجهود اللي هتعملوه عشان تجيبوا أول 1000 مشترك هو أضعاف المجهود اللي هتحتاجوه عشان تجيبوا ال10,000 اللي بعدهم. الموضوع بالظبط عامل زي كرة التلج، بتبدأ صغيرة وبتحتاج مجهود كبير عشان تدحرجها، لكن كل ما بتكبر سرعتها بتزيد وبتجمع تلج أكتر لوحدها. مفتاح السر كله هو الصبر والاستمرارية في البداية الصعبة دي. في النهاية المعرفة لوحدها مش كفاية، لازم تتحول لفعل. والسؤال الأهم دلوقتي موجه ليكم، بعد ما الخريطة بقت واضحة قدامكم، إيه هي أول خطوة عملية هتاخدوها النهاردة عشان تبدأوا رحلتكم نحو ال1000 مشترك؟ كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بأتمنى لكم الاستفادة دايما، وأشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.